السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم. معظم الناس فاكرة إن جوجل مابس مجرد تطبيق اتجاهات وخلاص، بس الحقيقة جوجل مابس اتطور وبقى أكتر من كده بكتير. تقدر دلوقتي تخطط لرحلاتك، تكتشف أماكن، تلاقي شواحن عربيات الكهرباء، تقيس بيه مسافات، وكمان تشارك وتخطط مع أصحابك وأهلك الرحلات والأماكن الجديدة. وفي أدوات مستخبية جوه التطبيق ممكن فعلا تسهل حياتك اليومية. وعشان كده في الفيديو ده هقولك على 12 ميزة قوية في جوجل مابس لازم تبدأ تستخدمها في 2026. أنا يحيى ناجي وبسم الله نبتدي. أول ميزة إنك هتلاقي كل حاجة في مكان واحد. لما تدور على أي مكان، وخلينا نقول مثلا ياس مول أو المتحف المصري الكبير أو مطعم معين على جوجل مابس، التطبيق مش بس هيطلع لك مكانه على الخريطة وخلاص، لا ده هيجمع لك كل اللي انت محتاجه في شاشة واحدة: صور، تقييمات للناس، أوقات الزحمة، إمكانية الدخول بالكراسي المتحركة، وطبعا معلومات الأمان، أرقام التليفونات، لينكات الموقع وأماكن الركنات، زائد الأكلات المشهورة والمنيو والمواصلات وحالة الجو والفعاليات. وكمان هيقولك لو المكان هيقفل قريب ولا لا. الميزة دي بتخليك تاخد قرارك في ثواني من غير بقى ما تلف في كذا تطبيق ولا مواقع مختلفة عشان تعرف المعلومة اللي انت عايزها. بس انت هتدور على المكان، هتسحب لتحت، وهتلاقي كل حاجة قدامك، كل المعلومات اللي انت محتاجها. الميزة التانية بقى هتساعدك انك ما تتأخرش، وهتساعدك ان انت توصل في ميعادك، على حسب طبعا انت عايز توصل امتى. الجميل فيها انها بتاخد في اعتبارها الزحمة وحالة الطريق ومواعيد المواصلات الرسمية وحاجات تانية كتير عشان توصلك في الوقت المناسب. وطريقة استخدامها سهلة جدا. اكتب بس المكان اللي انت رايحه زي ما بتعمل دايما، وبعدها اختار وسيلة المواصلات اللي هتستخدمها. هتلاقي مربع صغير مكتوب فيه ليف وجنبه سهم. دوس على السهم ده وهتقدر تختار توصل امتى او حتى اخر ميعاد مواصلات عامة متاح. مش قادر اقول لك الميزة دي مفيدة جدا للمواصلات والسفر لما تحب تلحق اخر مترو مثلا او اتوبيس، بالذات لو انت في منطقة جديدة او في بلد انت مرحتهاش قبل كده. الميزة اللي بعد كده وهي ان انت تستخدم جوجل مابس من غير انترنت. في طبعا مواقف كتيرة ممكن تلاقي نفسك من غير نت خالص، والميزة دي بتخليك تستخدم جوجل مابس اوفلاين وتعرف تمشي على الطريق حتى لو مفيش شبكة. ودي طبعا حاجة مهمة جدا، خصوصا اول ما توصل لمنطقة او بلد جديدة او مكان الشبكة فيها ضعيفة. وطريقة الاستخدام سهلة جدا. افتح جوجل مابس، اكتب المكان اللي انت حابب تروحه، ومن عند دايركشنز اسحب يمين لحد ما تلاقي مور، اضغط عليها واختار داونلود اوفلاين ماب وحمل الخريطة. وبعد كده هتبقى معاك الخريطة والاتجاهات حتى من غير انترنت. الميزة دي بقى لكل اللي سايقين عربيات كهرباء. الميزة دي فعلا هتغير اللعبة حرفيا، لانك هتقدر تلاقي محطات شحن الكهرباء وتعرف وضعها في الوقت الفعلي. جوجل مابس بيطلع لك فورا محطات الشحن القريبة منك وهل متوافقة مع عربيتك ولا لا، وطبعا سرعة الشواحن اللي موجودة هناك، والاهم ان هو هيعرفك كم مدخل شحن فاضي دلوقتي. يعني خلاص مفيش مشاوير على الفاضي وتوصل تلاقي كل البورتات محجوزة. كل اللي عليك ان انت هتكتب في جوجل مابس charging stations near me وهتطلع لك قائمة بكل محطات الشحن اللي حواليك. وعلى اليمين كمان وفي مواضع معينة هتلاقي علامة خضراء عليهم بيوضح عدد البورتات الكلي وكم واحد فاضي دلوقتي. ولما تضغط على محطة معينة تقدر تشوف هل الشحن سريع ولا عادي. زي مثلا هيبين لك ان هو 50 كيلو وات او 180 كيلو وات. وكمان بيقول لك تفاصيل ذكيه زي ان المحطه موجوده في جراج مول مثلا، يعني تقدر تتسوق او تشرب قهوتك والعربيه بتشحن. الميزه دي ممتازه جدا في السفر او حتى في مشاويرك اليوميه لما بتحتاج شحنه سريعه. نروح بقى لحاجه بسيطه بس بتسهل الحياه جدا، وهي سيف باركينج سبوت او حفظ مكان العربيه. ولو انت زيي ودايما بتنسى ركنت عربيتك فين، في مول، في استاد، في حفله، الميزه دي هتوفر عليك لف وتعب اعصاب كبير. اول ما تركن بس دوس على النقطه الزرقاء اللي في الخريطه واختار سيف باركينج. جوجل مابس هيعلم المكان بالظبط اللي انت ركنت فيه. ولو عايز ترجع لعربيتك اضغط على السيرش هتلاقي سيف باركينج، اضغط عليها وهيرجعك لعربيتك بالملي. الميزه اللي بعد كده بقى هي ان انت هتشارك مشوارك لايف مع حد تاني، سواء هتقابل حد او راجع البيت متاخر. اللي انت مشارك معاه اللوكيشن هيبقى عارف انت فين وهتوصل امتى بالظبط. مفيده جدا بدل ما حد يقول لك فاضل لك قد ايه وتوصل، او لما تحب تطمن اهلك مثلا وانت سايق او حد مستنيك. وطريقه استخدامها سهله برضه. ابدا الخريطه، اسحب من عند الوقت اللي فاضل اللي فوق ودوس على شير تريب بروجريس. اختار الشخص اللي انت عايز تشير معاه اللوكيشن وخلاص كده هيبقى عنده مسارك لحد ما توصل. الميزه اللي بعد كده اللي انا شخصيا بستخدمها طول الوقت انك تسمي الاماكن اللي بتروحها باستمرار، مش البيت ولا الشغل بس الاماكن مثلا زي مدرسه الاولاد، الجيم، بيوت صحابك او مكان بتروحه كتير. تقدر دلوقتي تحط لها اسم عشان ما تضطرش تكتب العنوان كل مره. وكمان الاماكن دي بتطلع لك تلقائي في اقتراحات الطريق وبتشوفها مباشره على الخريطه. انت بس هتعلم على المكان، هتعمل بين، هتسحب لفوق وتدوس على اد ليبل
وهتسمي المكان وخلاص، بقى سهل دلوقتي تدور عليه في أي وقت. الميزة اللي بعد كده ممتازة جدا لأي حد بيحب السفر، تقدر تخطط دلوقتي رحلتك مع أصحابك، المطاعم بقى أو أهم الأماكن السياحية، وتبعت دعوة لغيرك عشان يشارك معاك. كل واحد بقى هيلقي بدلو وهيكتب المطاعم اللي هو حاببها، الأماكن اللي هو بيرشحها، أو الأنشطة اللي ممكن تقوموا بيها، وتبقى كل الأفكار دي متجمعة في لستة واحدة سهلة وواضحة لكل المجموعة. وطريقتها سهلة جدا، افتح أي مكان، دوس على سيف واعمل كرييت ليست، وبعدها اعمل شير، وضيف بقى كاليبريتورز او المشاركين، وبكده تخطيط الرحله هيبقى اسهل وامتع بكتير. الميزه دي بقى لعشاق المشي، الرحاله، مهندسين المساحه، او حتى الناس الفضوليه. الناس دي هيحبوها قوي. ساعات بتحب تعرف المسافه قد ايه لمشوار مشي، الطريق في جنينه مثلا او مسار في الصحراء، او لو حتى مفيش طريق رسمي للطريق اللي انت عايز تقيسه. جوجل مابس دلوقتي بتخليك تحط علامات بايدك وتقيس المسافه ما بينهم بدقه عاليه جدا. ما عليك الا ان انت هتدوس دوسه مطوله في اي حته على الخريطه عشان تحط بن، اسحب لفوق واختار measure distance، وبعد كده حرك الخريطة وزود النقط اللي انت عايز تعرف المسافة ما بينهم، واوتوماتيك هيحسب لك المسافة الكلية وهتتحسب لك لايف. الميزة اللي جاية بقى وهي المفضلة بالنسبة لي، خلينا نقول ان انت سايق ومحتاج محطة بنزين او تقف تاكل حاجة، مش محتاج بقى توقف الجي بي اس ولا تعمل بحث جديد. كل اللي انت هتعمله ان انت وانت مختار طريقك او انت على الجي بي اس، دوس على علامة العدسة واختار نوع الحاجة اللي بتدور عليها، زي مثلا بنزينة، مطعم، كافيه، هيوجهك على طول للحاجة اللي انت مختارها. والميزة دي فعليا خطيرة وهتنقذك بالذات لو انت بتدور على بنزين. الميزة اللي بعد كده وهي حركة لذيذة قوي من جوجل مابس، بتساعدك ان انت تختار ايه من المطعم اللي انت رايحه. لما بتدور على مطعم، اسحب لتحت وروح على منيو، وبعدها بص على الهايلايتس، هتلاقي صور اشهر الاكلات واكتر الحاجات اللي الناس بتطلبها. الميزة دي مش دايما مضمونة 100% لانها بتعتمد على الريفيوز والكلمات المتكررة، وساعات بتطلع اكلات قديمة مش موجودة دلوقتي. بس برضو ان انت تشوف الاكل بعينك بيفرق جدا، خصوصا لو انت في بلد مش عارف فيها حاجة. وتقدر كمان تحجز من جوه جوجل مابس مكانك في اي مطعم او في اي مكان، بس لازم يكون المكان بيدعم الخاصية دي. دور على المطعم، اسحب لتحت، ولو لقيت ريزرفيشنز احجز على طول المكان اللي انت رايحه. الميزه المهمه جدا اللي انت لازم تستخدمها وانت سايق، ان انت ممكن دلوقتي تتكلم مع جوجل مابس بدل ما تمسك الموبايل وتكتب عشان سلامتك وعشان الرادارات. هتضغط بس على علامه المايك اللي فوق وهتقول له اللي انت عايزه، مكان معين، بنزينه، مطعم، وهو هيقوم بالباقي. وفي النهايه يا ريت يبقى الفيديو عجبكم، يا ريت تكتب لي في الكومنتات ايه احلى ميزه عجبتكم، وما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب عشان يجيلك مني كل جديد. وسلام.